الحمد لله ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزل. نحمده على عواطف كرمه، ونؤمن به أولا باديا، ونستهديه قريبا هاديا، ونستعينه قادرا قاهرا، ونتوكل عليه كافيا ناصرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. طوبى لمن تمسك بحبل الله فما ساوم وما كفر. طوبى لعين بكت من خشية الله ومنها الدمع انهمر. طوبى لوجه سال عليه الدمع كما حبات المطر. طوبى لمن لم يعص الإله ولا على باله الذنب خطر. طوبى لمن ابتلاه الله فآمن بالقضاء والقدر. طوبى لمن ازداد تواضعا وذل لربه وافتقر. طوبى لمن تجاوز عن أخيه فسدد وسامح وغفر. طوبى لمن قبل عذر أخيه وعذر. طوبى لمن تاب لربه قبل دخول سن الكبر. طوبى لمن لم يزر المقابر اليوم ولا من قبر. طوبى لمن بهرته آيات الله ولا بحضارة أمريكا انبهر. طوبى لمن ازداد تواضعا لله واحتسب أجره واصطبر. طوبى لمن سمع الأذان فلبى نداء الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحياة خضرة نضرة، فيها متاهات وشبهات وضلالات. مالها يهدي ويغري، نساؤها حبائل الشيطان. الأهل والولد مجبنة مشغلة مبخلة. الشهوات مستعرة، والفتن يقظة تلبس أجمل أثيابها. الفتن يقظة تلبس أجمل أثيابها. فعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة لم أسمع مثلها قط. خطب صلى الله عليه وسلم خطبة لم أسمع مثلها قط. قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خليل. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إشارة أن الله جل وعلا قد أطلعه صلى الله عليه وسلم على ما سيكون في آخر الزمان. فإن الإسلام في عصوره الثلاث الأولى كان فيه وفاء وكرم وعطاء وجود ومروءة. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، وهو بكاء منخفض، وهو بكاء منخفض. وها هي الفتن تظهر ويظهر النفاق، موجة نفاق تجتاح العالم. النفاق للأقوياء ولو كانوا مجرمين. النفاق للأغنياء ولو
تهدى الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين، ينزع الحياء من وجوه النساء، وتنزع النخوة من رؤوس الرجال، وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء، فلا حياء في وجوه النساء ولا نخوة في رؤوس الرجال ولا رحمة في قلوب الأمراء. هذه من علامات آخر الزمان، هذه من علامات قيام الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. اسمع أخي بالله لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. فها نحن ننتقل من طرف الدنيا إلى طرفها الآخر في ساعات، ونتحدث مع أقصى أو نتصل مع أقصى مكان في الأرض في ثوان. تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان، فهذه من علامات الساعة، من علامات آخر الزمان. يكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل. وها هو القتل كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل، لا يدري القاتل لما يقتل، ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن مما يراه، يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يراه، لا يستطيع أن يحرك ساكنا، فإن تكلم قتلوه وإذا سكت استباحوه. وحتى يكثر المال بينكم فيفيض، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وها هي الأبراج تعلو 50 وتعلو 90 طابقا، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: ليتني مكانه، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكانه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم